فقرة تكنو معك حسنة مليح. إذا نبقى في عالم الكان وكيف تعاملت قوات الأمن المغربية مع استخدام عدد من الجماهير لأشعة الليزر. تماما. إذا كانت هناك بالفعل انتقادات للأشخاص الذين استخدموا هذه الأشعة خلال المباراة الافتتاحية بين المغرب وجزر القمر في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. بعضها استهدف حكم المباراة كما نشاهد في هذه الصور، لكن موقع يومية إلكترونية تدعى إلاف كشف أنه نقلا عن مصدر أمني في هذه التظاهرة، كشف أن المشجعين الذين عمدوا إلى استعمال أشعة الليزر داخل مدرجات الملعب جرى تحديد هويتهم بدقة وتم طردهم فورا من الملعب بفضل منظومة المراقبة المتطورة المعتمدة داخل الملعب، والتي تعتمد على 800 كاميرا حديثة للتعرف على الوجه وتتبع السلوكيات المخالفة. وأن هذه المنظومة سمحت وفق الصحيفة دائما لفرق التنظيم من تحديد مصدر أشعة الليزر ثم مطابقة الصور الملتقطة مع قواعد بيانات التذاكر وأنظمة المراقبة. إذن ما سمح بتحديد الأشخاص المعنيين دون التأثير على السير الطبيعي للمباراة. لكن قبل اللجوء إلى تقنية التعرف على الوجوه عناصر الأمن في الملعب لجأوا إلى تقنية أخرى، الطائرات المسيرة من نوع FPV، كما شاهدنا في بعض الصور التي تداولها أو التقطها أحد المشجعين الذي عاين تدخل عناصر الأمن. الطائرات المسيرة من نوع FPV هي بكل بساطة طائرات مسيرة مزودة بكاميرات تثبت على مقدمة الطائرة وتنقل الصور لقائد الطائرة الذي يستخدم نظارات رؤية مرتبطة بالطائرة. وحين نمعن النظر في الصور التي صورها هذا المشجع نشاهد أن عنصر الأمن كان يمسك في يده أداة تحكم في الطائرة المسيرة ويرتدي بالفعل نظارات FPV تشبه إلى حد كبير نظارات تدعى جوجلز 3 لشركة DJI الصينية. وهي حين ننظر إلى الورقة التقنية لهذه النظارات DJI جوجلز 3 هي نظارات توفر رؤية عالية الدقة غير مزودة بتقنية التعرف على الوجه، لكن تسمح بمشاركة الصور مباشرة مع جهة أخرى، بمعنى أن عناصر الأمن استخدمت هذه النظارات والطائرات المسيرة لتحديد مكان الشخص أو الأشخاص الذين استخدموا أشعة الليزر. وفي مركز المراقبة التابع لعناصر الأمن داخل الملعب تم تلقي هذه الصور بشكل حيني، ما سمح باستخراج صورة الشخص المشتبه به وعرضها على قاعدة بيانات داخل الملعب، كما ذكرت صحيفة إلاف لتحديد هوية الشخص المشتبه به، علما أن كل شخص يدخل إلى الملعب صورته تكون متوفرة لدى عناصر الأمن بفضل كاميرات المراقبة في الملعب. هناك 800 كاميرا خارج الملعب وداخله وحتى بين المشجعين على المدرجات، إضافة إلى أن كل المشجعين لديهم ما يعرف بالفان ID، هوية المشجع، تم ملؤها على تطبيق يلا الذي أطلق لتسجيل أي مشجع يريد شراء تذاكر لدخول الملعب. في هذا التطبيق هناك صورة كل شخص، معلومات وبيانات أخرى حول هويته، تجعل إذن الوصول إلى كل مشتبه به مسألة يسيرة بالنسبة لعناصر الأمن، علما أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والسلطات المغربية أخبر كل من يسجل على هذا التطبيق وجميع من يدخل الملعب بلائحة المواد الممنوعة داخل هذا الملعب والملاعب عموما، وبينها نجد أشعة الليزر. بالنسبة لمملكة المغرب، هنيئا لنا بهذه المنشآت العظيمة، هنيئا لنا بهذا التنظيم المميز كعرب. حاليا فترة أمطار غزيرة على معظم المدن وعلى معظم المباريات والملاعب، لم نشاهد برك، لم نشاهد سوء تصريف، خدمات ممتازة بصراحة. شفنا مباراة مصر كانت أمطار غزيرة، شفنا مباراة المغرب كانت أمطار غزيرة، مباراة تونس كانت أمطار غزيرة، على الأقل هذه المنتخبات العربية اللي تابعنا المباريات من خلالها. بصراحة تنظيم ومنشآت وبنية تحتية
تبارك الرحمن يا المغرب، شيء يدعو للفخر والاعتزاز. الحق احنا منبهرين بالبنيه التحتيه الموجوده في المغرب. والملعب اليوم بالكميه الكبيره نتاع الامطار اللي تهاطلت معناتها ممكن من يبدا بالبنزيمه معناتها ممكن ماضي ساعتين او ثلاثه ممكن معناتها برغم من هذا الارضيه ما نقولش خلقتنا، بالعكس معناتها الارضيه كانت ممتازه للعب، وهذا خلانا معناتها نلعبوا له فوتبول اللي نحبوا عليه وسيطرنا على الكره ولعبنا كرات معناتها. كان ثم العديد من الجمل التكتيكيه معناتها ممتازه بالرغم معناتها المطر، لكن الارضيه كانت ممتازه والبنيه التحتيه ممتازه. بسم الله. قول المقاول تاع الوسطاديه. هذه الشركه تاع السونتر. السونتر الله يبارك. صافي السونتر ما بقاش. ما بقاش. اليوم تيرميني. اليوم ان شاء الله تكملها. اليوم بربي ان شاء الله نكملها. ان شاء الله ان شاء الله. ربي يقدرك. امين. ان شاء الله. واللي في القلب ان شاء الله. لا لا الملعب راه يبان بني كتله جديده ان شاء الله. منه بالبرويط الله يبارك ومع اصحابه. ها ما شاء الله شو واش يخدم. يضرب في البرويطه الله يبارك. ها كاع خدامين كاع لي زوم اللي هنا كاع لي. واخينا منا راه يقطع فاسمو في البونده البيضاء هذيك. الله يبارك ما شاء الله كيف والملعب هاو التحفه. هاي التحفه وراه.